ازيكم عاملين ايه؟ هناخد النهارده البروبرتيز بتاعه الكربوهيدرات كيمستري، او ممكن ناخد شويه مصطلحات كده عندكم في الكتاب هي الصفات بتاعتها يعني. بس قبل ما ناخد الحاجات ديت تعالوا بس نعيد كده بسرعه اخدنا ايه في الفيديو اللي فات بسرعه. عرفنا ان انا عندي الكربوهيدرات بيتكون من مونوساكرايدز، وديت عباره عن هي واحد يونت يعني ستراكشر واحد، اوليجوساكرايدز انهم 2 10 والبولي اكتر من 10. وعرفنا ان المونوساكرايدز هي اللي معانا. بعد كده اتكلمنا على المونوساكرايدز ممكن تكون 3 كربونات، هي according للكربونات، يا اما يكون 3 كربونات اسمها تريوز، 4 تتروز، 5 بنتوز و6 هيكسوز، واحنا معانا في المنهج التريوز والهيكسوز بس. بعد كده اخدنا الامثله بتاعتي وده مهم قوي. اخد بس احنا خدنا الترايوز بس اللي يهمني دلوقتي الهكسوز، وقلنا ان احنا بنكتب الاستراكشر وبنعرف ايه هي الشفره بتاعتي. وقلنا يعني مثلا ان ده الجلوكوز دي ال دي، وقلنا لازم يكون في شرطين، الشرطين دولت هما الالدو والكحول جروب اهو. وبنكتب الشفره بتاعتي. اخدنا الجلوكوز بنفس الكلام، اخدت الجلاكتوز بنفس الكلام، واخدت المنوز، واخيرا اخدت الفركتوز. وفي حاجة اسمها دي، في حاجة اسمها ال، حالا هنعرفها في الفيديو ده. ركز كده معايا يا عزيزي عشان الموضوع يكون سهل جدا بالنسبة لك، وان شاء الله كل حاجة هتكون سهلة. انا عندي حاجة اسمها ستيركو ايزومرز. يعني ايه الكلام ده؟ بيقولك ان انا عندي حاجات ليها نفس الاستراكشر لكن مختلفة في ترتيب الايه العناصر اللي جواها. يعني ايه؟ يعني عشان ما تنساش اعرف قصة نانسي عجرم. يعني ايه؟ انا بحاول احط، يعني اللي يعرفني يعرف ان انا بحط حاجات كده في المنهج تفكرني المنهج. ايه صفات نانسي عجرم دي؟ يعني انت واقف في الشباك كده او خليها بلكونة وبتبص على اول الشارع، واول الشارع عندك ضلمة، تخيل معايا كده، وفجأة لقيت في بنت جاية من اول الشارع في الضلمة دي. هل انت شايف ملامحها؟ لا، لكن انت شايف الهيكل بتاعها، شايف جسمها، شايف مثلا شعرها متسيب وخيالها كده. فتقول لاخوك اللي جاي من بعيد دي نانسي عجرم، ده هيئة نانسي عجرم. فالبنت تقرب تقرب تقرب، فبتدخل في النور، بتدخل في النور عندك، فبيبدأ ملامحها تبان 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 تبان، وبعدين فجأة تبص على ملامح وشها وتبص على لبسها والديتيلز بتاعتها، تلاقيها ان هي ليس لها اي علاقة بنانسي عجرم غير ان كان هيكلها بس نانسي عجرم. تمام. في نفس الوقت انت لو وقفت بكرة نفس الكلام وبصيت لقيت واحدة برضو جاية كده في الضلمة في اول الشارع وهيكلها شبه نانسي عجرم، فاخوك قال لك ايه ده، الحق هي نانسي عجرم ايه؟ قلت له لا يا عم، ده انا افتكرتها امبارح نانسي عجرم، ده مش هي نانسي عجرم. فقعدت تقرب 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 وبصيت على ملامحها، راح فجأة لقيتها فعلا نانسي عجرم جت تزور الشارع بتاعكم. اللي انا بقوله ده كله ايه؟ بضيع وقت؟ لا لا، مش بضيع. اللي انا بقوله ان هو الاستيركو ايزومر، انك انت من بره كده تحس ان هم شبه بعض، لكن لما تقرب وتشوف الديتيلز بتاعتي تلاقيهم مختلفين. خلاص. يبقى انا عندي مثلا الجلوكوز ده اهو، ده استراكشر اهو من بعيد انا ممكن اشوفه جلوكوز، ممكن اشوفه حاجات تانية، حاجات تانية ليها 6 كربونات زي الجلوكوز، بدايتها ألدو زي الجلوكوز، نهايتها الكحول زي الجلوكوز. ها، الجلوكوز جاي اهو من شارع ضلمة، لما اجي اقرب منه والجلوكوز يقرب من النور اهو، ببص بلاقي الديتيلز بتاعته اللي جوه مختلفة عن الجلوكوز. علشان كده احنا حطينا للجلوكوز شفرة علشان يبان الديتيلز بتاعته من جوه عامله ازاي، وعشان كده احنا حطينا للجلاكتوز شفره علشان من بره يوحي ليا انه هو جلوكوز، صح كده؟ لكن لو قربنا نلاقي الديتيلز بتاعتي مختلفه.
يبقى بكل بساطة يعني ايه ستيركو ايزومرز؟ قصة نانسي عجرم من بعيد تحس ان الاستراكشر شبه بعض، ليهم نفس الفورمولا، لكن لو بصيت من جوه هتلاقي الكونفيجريشن او ترتيب الكربوهيدرات، تركيب العناصر من جوه مختلفة. تمام. طيب يبقى نيجي للسؤال المهم، كل واحد ليه كام حاجة شبهه؟ خلاص كده، يعني الجلوكوز ده انا اقدر اطلع منه كام حاجة شبهه. بيقولك ده قانون احنا بنحطه، القانون ده عبارة ان هو 2 أس N. يعني ايه 2؟ ده رقم، ان ديت بتوحي ايه؟ قالك ان دي بتوحي الاسيمتريكال، تمام، كربون او الاسيمتريكال جروب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعال نجيب تاني الجلوكوز اهو، ادي الجلوكوز بتاعي. لما اجي اجيب ان الجلوكوز ليه كام ستيركو ايزومر، ليه كام شبيه، فقلنا هناخد القانون 2 أس N. خلاص. طيب يعني ايه كلمة الاسيمتريكال كربون او الاسيمتريكال اتومز؟ بكل بساطة الاسيمتريكال هي عدد الكربونات اللي بتمسك في 4 structures مختلفة، لكن الكربونات ما تعتبرش مختلفة. بمعنى يعني الكربونة دي بتمسك في H وبتمسك في O، هل دول متشابهين؟ لا، يبقى ده asymmetrical. خلاص. الكربونة ديت تمام بتمسك في 2H، يبقى ديت مش asymmetrical. خلاص تمام. يبقى هكذا ديت الاسيمتريكال بتاعي انت بتحطها أس N. ماشي. لكن يجي سؤال جميل قوي يقولك هو ايه اللي من كربوهيدرات اللي ملهوش اسيمتريكال، او اللي ما ينفعش ان انا الاقي له الايه، ما ينفعش ان انا الاقي له عدد الايزومرز بتاعتي. تمام. السؤال بقى ايه هو الحاجه اللي ملهاش ستريكو ايزومر؟ تفتكروا مين؟ الدايهيدروكسي اسيتون، لان مفيش كربونه اسيمتري فيها، فبالتالي هو ملهوش شكل تاني مختلف، هو لوحده. تمام. طيب يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه ستيركو ايزومر. خلاص. خدنا بقى شوية مجموعات شبه بعض وقعدنا ندرسهم وسميناهم شوية تسمية. تعالوا بقى نشوف ايه الكلام ده. اول حاجة عندي هي الايزومرز، اللي في منها شكلين. خلاص، يا دي يا ال، بنفس الاستراكشر، بنفس الهيكل بتاعها. بمعنى انا عندي مثال اهو احنا لسه واخدينه، هو الجلوكوز. فبيقولك الجلوكوز ده ممكن يكون دي جلوكوز، وممكن يكون ال جلوكوز. دي بترمز لليمين وال بترمز الشمال. طب مين اللي هيبقى يمين ومين اللي هيبقى شمال؟ انا عندي الكربونة اللي من تحت، التانية من تحت، لو هي على اليمين خلاص ال OH، طبعا احنا according لل OH زي الشفرة بالظبط، لو ال OH على اليمين فبنسميها دي جلوكوز. تمام كده. طيب ولو كانت ال OH على الشمال فبنسميها الجلوكوز. طب احنا بنبص على الايه، الكربونة التانية، هل OH بتختلف بس اللي هي الكربونة التانية، طب الباقي والله يزعل. فقال لك لا، لو كانت ال OH على اليمين اللي هي دي جلوكوز، يعني اهو يعني زي بداية الشفرة، فعادي اكتب الشفرة بتاعتك عادي. ولكن لو كانت ال OH على الشمال يبقى هتبقى بداية الشفرة L، صح كده؟ لان احنا هنبدأ هنا OHL، يبقى شقلب بقية الشفرة كلها، يبقى هتبقى LLDL. نقول تاني، انا عندي ايزومر يا اما يكون دي يا اما يكون ال. خلاص. طيب دي وال يعني ايه؟ يعني ايه اقول لك دي جلوكوز اقول لك ال جلوكوز؟ يعني ال OH اللي هي تاني كربونة من تحت، يا اما ال OH بتبقى يمين يا اما ال OH شمال. يمين يعني دي، شمال يبقى ال. طيب بقية الكربونات بيقول لك على حسب، لو كانت
ال OH هنا يمين، يبقى هي زي الشفرة الأصلية، اكتب الشفرة بتاعتك اللي انت حافظها كويس. لو كانت شمال خلاص يبقى انت عكست اهو الشفرة، عكست واحدة منهم، يبقى تعكس الباقي كلهم برضو. يبقى الجلوكوز مش هيبقى شكله كده، حضرتك هتحط OH هنا وهتقول حط OH هنا وهتحط OH هنا، ودي هتتحط هنا وتعكس كل حاجة. طيب تعالوا نجرب في واحدة تانية. انا عندي اهو الجلاكتوز، يا اما تكون دي يا اما تكون احنا حافظينها ايه. هو عموما خدوا بالكم ان الشفرة الاصلية دايما بتبقى يمين، اليمين يا ولاد دايما هي اللي صح. فالشفرة الاصلية اللي احنا حافظينها ايه، بدايتها اليمين، صح كده عشان ما تنسوهاش، اليمين دايما هو اللي صح. خلاص، فالشفرة الاصلية هي بدايتها يمين، يبقى انا عندي لو هي دي فقشطة تبقى دي ال دي. طب لو كانت مش الشفرة الأصلية دي، ال OH الأولى أو الكربونة التانية موجودة هنا، يبقى اعكس كل حاجة تاني، فهتبقى الشفرة عندي اعكس دي. أتمنى يكون الموضوع واضح. تاني بقى مصطلح عندي او تاني مجموعة احنا بنبص عليهم بتحس ان هما نفس الهيكل، لكن لو قربنا بتلاقيهم استراكشرات مختلفة، هي الإيبي ميريز. وده اللي اخد معايا الكورس في مراجعة الانزيم واستهون بالورقة اللي انا بوزعتها عليكم، وقال لي ايه ده اللي انت موزعه ده، انت بتوزعنا حاجات بره المنهج. فهو هيفهم دلوقتي انا وزعت الورقة دي ليه، اللي هي اسامي الانزيمات، يعني هيفهم ان انا ما كنتش بضيع وقت وخلاص. ليه بقى؟ لان احنا خدنا الابيميريز دي يعني ايه، صح؟ بص كده على الورقة اللي انا اديتها لك، هتلاقي انك انت عندك ان الابيميريز زي المراية، احنا عكسنا، كانت الاو اتش يمين والاتش شمال، واحنا عكسنا عملنا مراية، خلينا الاو اتش شمال والاتش يمين، او العكس قعدنا نعكس بالمراية، يبقى ده ابيميريز مراية. يبقى دي قصة المراية. خلاص كده، قلت لكم ان انا بوزع الورق او بفهم في الحصة علشان تفهم بعد كده، انا ما يهمنيش ان كده تقعد تحل في الامتحان وخلاص، عشان تفهم بعد كده وما تتعبش. طيب تعالوا هشوف الامثله. ايه المرايه عندي؟ بص الفرق بين الجلوكوز والجلاكتوز، ادي الجلوكوز وادي الجلاكتوز اهو. ها، نجيب اللون الاحمر. ها، الاو اتش هنا و اتش هنا، الاتش هنا والاتش هنا، ده هيكل شبه بعض قوي. اوبا ثواني كده، الاو اتش هنا وهنا اتش، يبقى الهيكل هنا مختلف اهو. لما قربنا وشفنا ملامحها لقينا، قصدي الهيكل متشابه من بعيد، لو قربنا وشفنا ملامحها لقينا ان ايه الحته دي مختلفه اهي. عملنا ايه؟ عملنا مرايه شقلبناها. فبيقولك مجرد انك انت جبت الكربونه التانية وشقلبتها، شفت كانت جلوكوز اهي بقت جلاكتوز. طيب مش مزعلاكوا، ها، ده الجلوكوز اهو، ده الجلوكوز، وده ايه؟ ده المنوز. تمام، يلا تعالوا كده نشوف ايه، فين الابيميريز اللي حصل، يعني فين المرايه اللي حصلت. احنا بصينا اهو جايين من بعيد، هما الاتنين حسيناهم نفس الهيكل شبه بعض اهو. طب تعالوا نقرب بقى ونشوف الديتيلز. يلا، الاو اتش دي شبه الاو اتش دي، الاو اتش دي شبه الاو اتش دي. ايه ده ثواني، الاتش هنا وهنا كمان ايه، هنا في اتش، هنا او اتش، هنا او اتش الناحية التانية اتعكست، يبقى الكربونة دي اهي هنا المراية بتاعتي، صح كده؟ يبقى ديت كانت تاني حاجة من الهياكل اللي شبه بعض، لكن لو قربنا هنحس الموضوع مختلف. تالت حاجة بقى عندي في الصفات بتاعتها، وهي حاجة بنسميها الانومرز. يعني ايه؟ بيقولك الانومرز ديت بكل بساطة، يعني كانت تجربة كده كان واحد عاملها، انه جايب السكر، محلول السكر اللي احنا بنلعب بيه ده، اللي هو كربوهيدرات، جلوكوز بقى، فركتوز، اي بتنجان، وسابه في المحلول فترة طويلة. تمام، سابه كده فترة طويلة، فرجع شاف لقى ان هو اخد شكل معين. تمام، فبناء على الشكل ده لقينا ان احنا طلع لنا الفا وطلع لنا بيتا. طيب تعالى نشوف كده التمحور اللي حصل ده حصل ازاي. بيقول لك ادي، تعال نكتب الاستراكشر بتاع الجلوكوز.
اللي كان فيه الشرطين اكتب الشرطين وبعدين اكتب الكحول. الطريقة دي متنسككش خالص اي حاجة من المركب. ادي الشرطين، يبقى كم كربونة؟ يبقى 4. 1 2 3 4. الشفرة بتاعتي دي اللي دي صح، دي ال دي صح، واملى الاتشات بتاعتي. ده استراكشر بتاع الجلوكوز. بيقولك خير اللهم اجعله خير، لما جه العالم ده في امان الله لقى ان حصل تمحور. يعني ايه اللي حصل ايزومرز ده؟ لقى ان الاو اتش بتاعت الكربونة التانية من تحت خلاص اتصلت مع الكربونة الاخيرة، حصل ما بينها اتصال. ازاي؟ يعني ادي الكحول اهو ما اتلمس خلاص، وادي الكربونة التانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة، انا بس اللي يهمني الستة دلوقتي. تمام. فالاو اتش ديت الهيدروكسيل جروب اهو عمل بالطريقة دي، مسك في الكربونة الاخيرة. طب الاو اتش والاكسجين شكلها عامل ازاي؟ بيقولك لما لو هي بتتمحور كده على حسب بقى، ساعتها نلاقي ماشي نكتب قلم ايه، ماشي ساعات هنلاقي الاو اتش يمين والاتش شمال، وساعات العكس تلاقي الاو اتش شمال والاتش يمين. طب بناء على ايه؟ والله هو حر. فلو كانت الاو اتش يمين هنسميها الفا لو كانت يمين، ولو كانت شمال هنسميها بيتا. طب عشان ما تنساش احنا قلنا ان اليمين دايما هو اللي بيجي الاول يا ولاد، والاول كمان الالفا مش البيتا صح، يبقى الاول مع الاول خلاص. واكتب الاستراكشر بتاعك زي ما هو بالظبط، انقله هنا اهو، انا بس مش عايزه انقله عشان الوقت مطولش الفيديو. انقله بالظبط، ادي او اتش اهو وادي اتش نفس، انقله ده انقله هنا. بس ايه اللهم ان ده مسك مع ده، مفيش اي اختراع في كده خلاص. طيب فبيقولك لو كان الاستراكشر ده عبارة ان هو الدو خلاص، فهو بيمسك هنا. طب الفكرة بقى اللي هو لو كان كيتو هيمسك فين؟ قالوا كده نكتب الكيتو اللي هو بين الفركتوز، هنكتب الشرطين، ادي الشرط الاول ادي الشرط التاني. هتبقى كم كربونة؟ 1 2 3، يتبقى 3. 1 2 3 خلاص. وكانت ايه دي صح ال، واملي الاتشات بتاعتك ماشي، يعني املي الاتشات، بيحط هنا اتش وهنا اتش وهنا اتش عشان تتعادل. تمام. ده الفركتوز، ده ستراكشر الفركتوز. طيب تعالى بقى نعمل له انومرز، يعني تعالى نعمل ايه تمحور، نسيبه كده فترة طويلة ونشوف ازاي هيجي ده مع ده. فبيقولك مش هيروح للكربونة الاولى، بيروح للكربونة التانية. تمام. بمعنى هنكتب نفس الكلام لا 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 اهو، وتيجي اهي الكربونة التانية اهي. تعالوا نقسم بس ده 1 2 3 4 و5. هتمسك فين؟ هتمسك في الكربونة دي اللي هي اللي كانت كيتو معايا. ونفس الكلام الاو الاتش هنا هتبقى او اتش بقى عشان نعمل المعادلة، يا هتبقى هنا كده اهو، فساعتها بنسميها الفا، يا تبقى هنا اهو فساعتها بنسميها بيتا. يبقى ده بيتا فركتوز، ده الفا فركتوز. يبقى انت في الامتحان يا عزيزي لما يجي لك، وده سؤال بيجي في الامتحان، يقول لك اكتب الانومرز بتاعه الفركتوز الفا وبيتا مثلا، يبقى علشان ما تنساش اكتب الاصل الاول عشان ما تنساش، وبعد كده وصل الكربونة التانية من تحت للتانية من فوق خلاص كده، او بنسميها الخمسة مع الايه مع التانية، ووصلها ببعض. وشوف هو طالب في السؤال الفا اعملها يمين الاو اتش، طالبها بيتا اعملها شمال الاو اتش. يبقى انت كده ضمنت كل درجاتك، اي نقص في حاجة من الايتمز ديت هتنقص في الدرجات خلاص. عندي بقى
حاجة اسمها الميوتا روتيشن. الميوتا روتيشن هي نفس الاستراكشر ده، خلاص، او نفس الاستراكشر ده بس اتلغى من عليكم الحمد لله، يعني بنعمله في شكل كده اهو سداسي، ونبدأ نحط الاتشات بتاعتي والاو اتش بتاعي، على اساس ان هنا دي كربونات. يعني انا مش عايزه اشرحه، يعني مش عايزه ارسمه عشان هو معقد شويه، هو مش معاكم في المنهج فخلاص مش مهم، بس كل اللي انت تفهمه ان الميوتا روتيشن هو نفس الشكل ده، خلاص، بس احنا بنيجي بنرسمه بنعمله على شكل سداسي بالطريقه دي. خلاص. اخر حاجه موجوده عندكم في الكتاب من صفات الكربوهيدرات هي الاوبتيكال اكتيفيتي. الاوبتيكال اكتيفيتي دي عبيطه جدا جدا جدا. الفكره ان احنا حطينا المحلول بتاعي او المركب بتاعي قدام البولارايزد لايت، خلاص كده. فبالتالي بيقولك يا اما ان هو بيروح يمين يا اما ان هو بيروح شمال. فاليمين بنسميه دي او بوزيتيف، والشمال بنسميه ال او نيجاتيف. بس خد بالك ان مش معنى ان اوبتيكال اكتيفيتي اللي هي دي والال غير الايزومر اللي احنا اتكلمنا عليها هنا اللي هي دي والال، دي حاجة ودي حاجة. ديت الايزومر عادية اللي احنا كنا على حسب ترتيب ال OH بالنسبة للكربونة، لكن ديت حاجة تانية. دي احنا حطينا المحلول قدام النور وشفناه بيحود يمين ولا بيحود شمال. فاهم كده معايا؟ طيب، فدي الفكرة بتاعت الاوبتيكال اكتيفيتي. فبيقولك ان هو ملهوش علاقة حتى بالامارة ان ال فروكتوز بتاخد دي، يعني ملهاش، مش بتاخد ال يعني. خلاص. كده. متنسوش تعملوا لايك لو انتوا استفدتوا، وربنا يوفقك يا رب.